عارف ايه الفرق بين المندوب اللي بيلف طول اليوم وبيرجع بطلبيات تمشية حال وبين القناص اللي بيدخل المحل 15 دقيقة وبيطلع بطلبية تبدل مبيعاته؟ الفرق مش في شطارة اللسان، الفرق في الرف. في بضاعة عندك دلوقتي مركونة وما بتتحركش، والمنافس قاعد يفرش مكانه وانت بتتفرج. النهاردة ومن قلب المفرمة في أسواق السعودية هكشف لك سيستم ال 15 دقيقة، السيستم اللي هيخليك تسيطر على الرف وتجبر التاجر يطلب منك ضعف الكمية، وكمان تضمن إن المنافس ما يلمس رفك طول الأسبوع. لو ضيع منك 20% من مبيعاتك وانت مش داري، فالفيديو ده ليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا قناصين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وكالعادة قبل اي كلام ما ننساش نصلي ونسلم على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. معاكم اخوكم محمد من قناة ربح بوعي. وقبل ما نبدأ عايز اوضح لك حاجة مهمة. انا لما بقول لك خليك قناص مش قصدي ان العميل فريسة، بالعكس العميل هو شريكك. القناص الحقيقي هو اللي بيراقب الرف والميدان بدقة عشان يشخص المشكلة صح ويدخل للعميل بصفة المستشار اللي بيحل له مشاكله، مش اللي بيحمل عليه بضاعة وخلاص. النهاردة هعلمك ازاي تقرأ الرف بعين القناص عشان تقدم للعميل الحل اللي بيزود ربحه وربحك. خريطة طريقنا النهاردة: أولا مرحلة الرصد الاستشاري، ازاي تكتشف ثغرات الرف في 5 ثواني. ثانيا سيستم ال 15 دقيقة، ازاي تبني هجمة بيعية قايمة على حل مشكلة العميل. ثالثا حماية الرف، ازاي تضمن ان خدمتك للعميل هتفضل هي رقم 1 قدام المنافسين. وفي الاخر الهدية مستنياك، دليل PDF فيه الخلاصة عشان تكون المستشار اللي العميل بيثق فيه. يلا بينا نبدأ. اول خطوة في سيستم ال 15 دقيقة هي الرصد في أول 5 ثواني. أول ما بتدخل المحل وقبل ما تقول للعميل أخبارك إيه، عينك لازم تكون رادار بيمسح الرف. في 3 حاجات لازم ترصدهم فورا. أول حاجة الفراغات، مش بس بضاعتك اللي ناقصة، المنافس كمان لو ناقص مكانه. دي فرصة إنك توسع مملكتك وتنقذ العميل من خسارة مبيعات. تاني حاجة تاريخ الصلاحية، لو شفت بضاعة قديمة قدام اعرف إن المندوب اللي قبلك غلط في حق العميل، وده بابك عشان تكون انت المنقذ. تالت حاجة مكان مستوى العين، شوف مين اللي مسيطر على الرف الذهبي اللي هو مستوى نظر الزبون وليه مسيطر عليه. طيب رصدت الثغرات دي وعرفت المشاكل، ازاي بقى تفتح الكلام مع العميل من غير ما يحس انك جاي تبيع له؟ وازاي ال 15 دقيقة بتبدأ فعلا؟ ده اللي هنعرفه في الخطوة الجاية، مرحلة الهجوم الاستشاري. ركز معايا في اللي جاي. دلوقتي انت رصدت الثغرات، ال 15 دقيقة بدأت. ازاي بقى تبني هجمتك الاستشارية؟ السيستم بيعتمد على 3 مراحل سريعة. المرحلة الأولى تجهيز المسرح، وده بياخد 5 دقايق. ابدأ بتنظيف رفك وتعديل بضاعتك وتطبيق الفيفا، القديم قدام والجديد ورا. ليه؟ لأنك بتبين للتاجر إنك مهتم بماله قبل ما تطلب منه هذا لا زيادة. تاني حاجة مرحلة كشف الثغرة، ودي برضه بتاخد 5 دقايق. روح للتاجر وبدل ما تقول له عايز طلبية قول له يا فلان أنا لاحظت إن الرف عندك في الزاوية الفلانية فاضي والزباين بتسأل، إيه رأيك نسد الثغرة دي عشان ما نضيعش مبيعات النهارده؟ هنا أنت اتنقلت من بياع لمستشار بيخاف على مصلحة المحل. نيجي بقى للنقطة الثالثة والأهم، مرحلة القرار الذكي، ودي آخر 5 دقايق. اقترح عليك كمية بناء عن الرصد اللي عرفته. قول له بناء على حركة السحب احنا محتاجين نرفع الكمية ل3 كراتين بدل كرتون عشان نغطي ويك اند. كده انت بتبيع بالارقام مش بالكلام. السيستم ده بيموت الطلبية، بس في فرق، بيقع فيه احمد المناديل بعد ما بيمشي، بيخلي المنافس يشيل بالعرض تنافسه. طب ازاي تحمي رفع؟ ده اللي هقول لك عليه حاجة. خدت الطلبية والعميل قال لك شكرا، برافو، بس المهمة لسه ما خلصتش. لو مشيت دلوقتي المنافس اللي داخل وراك ممكن بكلمتين او بحركة يد يشيل بضاعتك او يغطي عليها. عشان تحمي مملكتك وتثبت الرف لازم تعمل حاجتين
قبل ما تركب سيارتك. الحاجة الأولى تثبيت الذهنية. قول للتاجر يا ابو فلان الرف كده مترتب ويفتح النفس. يا ريت تقول للزملاء من الشركات التانية ما يغيروش الترتيب ده عشان يفضل المحل منظم والزبون يلاقي طلبه بسهولة. انت كده خليت التاجر هو الحارس بتاعك. تاني شيء التوثيق. صور الرف قبل وبعد. الصورة دي مش للمدير، دي ليك انت عشان المرة الجاية لما تدخل وتلاقي في تغيير تعرف مين اللي لبس مكانك وتواجه المشكلة بالأرقام وبالصوت. سيستم ال 15 دقيقة ده مش سهل، ده انضباط وذكاء ورصد. لو طبقت الخطوات دي في كل زيارة أوعدك إنك مش بس هتحقق الطلب، ده أنت هتكون الرقم الصعب في قطاع FMCG. بص يا حوش الميدان، اللي شفناه النهارده ده الفرق بين موظف مستني الراتب وبين قناص مستشار بيبني مستقبله في السوق. سيستم ال 15 دقيقة هو سلاحك، فاستخدمه بذكاء وأمانة. وعشان وعدتك في البداية، الدليل العملي للقناص جاهز لك دلوقتي. ملف الPDF فيه كل الأسئلة والخطوات اللي شرحناها. حمله من الرابط اللي في أول تعليق مثبت وخليه مرجعك في كل زيارة. ولو حسيت إن الفيديو ده ضاف لك سلاح جديد، ما تبخلش علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس، وشارك الفيديو ده مع زميلك المفروم في الميدان، وخلونا نكبر مع بعض. يلا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان معكم أخوكم محمد، أشوفكم في قمة جديدة. السلام عليكم.